مشاكلنا كلها في الحياه اننا ما بنحبش ذاتنا كفايه، لان اتصالنا العميق برب العالمين مقطوع، فبالتالي احنا مش قادرين نستمد منه الحب والاحتياجات العاطفيه اللي احنا محتاجينها. برضو ليه؟ لاننا واحنا اطفال كنا معتقدين ان بابا وماما واهلنا اللي ربونا هم مصدر كل حاجه بالنسبه لنا، لان كان وعينا الطفولي لسه مش عارف يدرك ان رب العالمين هو مصدرنا، مش عارف يفهم ده. فكان بالنسبه لنا بابا وماما هم المصدر لينا. عايزين حب اخذ من بابا وماما، عايزه قبول عايز اخذ من بابا وماما، عايزه امان بستمد من بابا وماما او اللي قامت تربيتنا. فبالتالي المشاعر اللي حسيناها اننا فقدنا الحب، اننا فقدنا الامان، اننا فقدنا قبولنا لذاتنا، كل المشاعر، ولما انتقدونا لما زعلونا، كل المواقف اللي مرينا بيها دي وعدينا بيها، اعتقدنا اننا افتقدنا الحب. فبالتالي اتصالنا برب العالمين لما اتولدنا واحنا مولودين على الفطره واننا كاملين ومتصلين برب العالمين، الاتصال ده اتقطع لما الشيطان في لحظه الصدمه اقنعنا ان احنا كده فقدنا الحب، فقدنا القبول، فقدنا الامان، وان ملناش قيمه والكلام ده. عشان كده واحنا اطفال كنا فاكرين ان مصدر تلبيه احتياجاتنا العاطفيه هي ماما وبابا والاشخاص اللي قاموا بتربيتنا، ولما ما لبناش الاحتياجات اللي احنا عاوزينها اعتقدنا وتوهمنا اننا فقدنا الاحتياج ده للابد واننا ما نستحقش. عشان كده لما جينا كبرنا وعرفنا او ابتدينا نتعلم عن ربنا ونعرف ان رب العالمين هو مصدرنا، عرفنا المعلومه دي بس بعد ما بقى جوانا مشاعر عميقه اننا اصلا فاقدين الحب او فاقدين الاحتياجات دي. فكأن عرفنا المعلومه بس الاساس بتاعنا لسه مش سليم، الاساس بايظ، اتبنى على مشاعر مؤلمه ومشاعر متخزنه، فالافكار الجديده مش عارفه ايه، يعني مش عارفين كده تكتمل بيها ذاتنا. عشان كده مش عارفين نحب ذاتنا كفايه. عشان كده اي محاولات بنعملها عشان نحب ذاتنا واحنا كبار او حاليا بتكون ناقصه وسطحيه مهما طبقنا من تطبيقات ومهما عملنا من تمارين. فلاننا في الاعماق مش عارفين نفهم اننا محبوبين زي ما احنا من رب العالمين ومقبولين زي ما احنا من رب العالمين، واثر الصدمه القديم للاسف مأثر علينا وهو الاقوى علينا، لانه في الطفوله زي ما قلنا شخصيتنا اتكونت في خلال اول 7 سنين من عمرنا، 70-80% من شخصيتنا اتكونت. عشان كده هي دي الافكار دي والمشاعر القديمه هي اللي مأثره ومسيطره علينا اكتر. عشان كده احنا مش عارفين نحب ذاتنا كفايه. عشان كده بنخلي الناس تقلل من قيمتنا وتقلل من احترامنا، لاننا مش عارفين نحب ذاتنا كفايه. ولاننا مش عارفين نحب ذاتنا كفايه مش قادرين نقول لنفسنا انا انسان وربنا اعطاني رساله في الحياه وكنوز كبيره عشان اتوسع. لاننا ما بنحبش ذاتنا كفايه مش عارفين نصبر على نفسنا، ولاننا ما بنحبش ذاتنا كفايه مش عارفين ندعم نفسنا ونقول لنفسنا النهارده انا ما عملتش الشيء المفروض اعمله، بس بكره انا هبقى احسن وهعمله احسن وبافضل طريقه. عشان احنا ما بنحبش ذاتنا كفايه احنا مش عارفين نشجع نفسنا ومش عارفين نقول لنفسنا ربنا اعطاني حياه هتحاسب على كل لحظه فيها، او على كل لحظه انا ما ابدعتش وما انجزتش فيها وما عملتش فيها حاجات مفيده. احنا ما بنحبش ذاتنا كفايه. عشان كده احنا بنبقى في علاقات مؤذيه وعلاقات احنا مش مبسوطين فيها ومش مقدرين فيها. احنا ما بنحبش ذاتنا كفايه. عشان كده بنسمح لاهلنا او لاي حد غيرنا انهم يقصوا لنا جواهنا احنا ويمنعونا اننا نحقق هدف